السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لمشاهدين مشاهدات الكريمات قناة وطن فود تيفي من إعداد وتقديم محمد بن يحيى. أتمنى لكم عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير. واليوم كما يعلم الجميع أن كاين مقابلة ذهاب الأياب فريق نادي بركان وفريق الهلال السوداني في كيغالي. كما كتشوفوا في 14 مارس كانت مقابلة النهضة ضد فريق السوداني في مدينة بركان. المقابلة انتهت ب1-1 والنتيجة كانت غير منتظرة في الحقيقة، ولكن هي هذه كرة القدم. تلقينا واحد الهدف ضد وزر اللاعب، وبعد ذلك الفريق السوداني عرف كيفاش يدافع على ذاك الهدف الى حتى آخر لحظات من المقابله. ولا الثانيه الدقيقه الاخيره جات ضربه جزاء مشروعه على فريق نادي بركان، واستطعنا نسجلوا الهدف التعادل اللي تنتهي المقابله 1-1. اليوم سنسافر الى السودان. قبل ما نتكلموا على مقابله نادي بركان نتكلموا على مقابله الامس بين فريق الزعيم الجيش الملكي وفريق بيراميدز. هذه النتيجه الامس تاع فريق الجيش الملكي ان شاء الله غادي تعطي حافز كبير لفريق نادي بركان. نتكلموا شويه على مقابله الجيش ومقابله بيراميدز ونرجعوا لمقابله النهضه والهلال السوداني. ولا مقابله الامس فريق الجيش الملكي تقريبا مر بنفس يعني داروا نفس المقابله، نفس المستوى، نفس النتيجه مع بيراميدز. كان 1-1 وكذلك نادي بركان 1-1 ضد فريق الهلال السوداني. قلنا ان فريق الجيش الملكي في مقابله الاياب غادي يكون فريق اخر، وفعلا كان زعيم في القاهره وقلب الطاوله على بطل يعني النسخه السابقه في عصبه الابطال بيراميدز المصري، وعادوا بانتصار رائع ب2-1. قدموا مقابله كبيره. اذا هذه رابع يعني نصف نهائي لفريق الجيش الملكي في عصبه الابطال، بعد ما كان يعني كتسمى باسماء اخرى من قبل. ولكن اخر نصف نهائي لفريق الجيش الملكي كان في 84 اعتقد، في الوقت اللي كان فازوا بعصبه الابطال كاول فريق مغربي كيفوز بهذا اللقب. وبعد ذلك طال الزمن، ولكن كيقول لك دائما الفرق الكبيره تمرض ولا تموت. واليوم شفنا فريق الجيش الملكي في قلب القاهره قلب الطاوله على بيراميدز بأداء ونتيجه. برافو 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 للزعيم. نهنيو فريق الجيش الملكي المغربي، ونهنيو يعني كرة القدم المغربية قبل كل شيء، وفريق الجيش الملكي وأنصار الجيش الملكي والمغاربة قاطبة. صراحة مقابلة كانت تدرس. حكم كذلك نهنيو لأن كان فيها مغاربة كثير بالأمس، فيها حكم مغربي. لا، الحكم المغربي كان في الجهة أخرى. مقابلة كمان نحييو السي جيد اللي قاد مقابلة الأهلي والطارجي التونسي بيد من حديد. والمقابلة الأمس كان كذلك في جانب الأهلي كان لاعبين مغاربة، بن شرقي ولاعب اللي التحق مؤخرا. ولا وبرافو، هانئا لنا بهذا يعني الانتصار الكبير والتأهيل إلى نصف النهائي، في انتظار إن شاء الله تأهيل ثاني لفريق مغربي من السودان ألا وهو فريق نادي بركان. هذا فيما يخص الجيش الملكي. ونعود لمقابلة بركان الهلال. فوالا كما قلنا اليوم فريق نادي بركان غادي يجري مقابله هذا المساء في ملعب اموغورو بكيغالي ضد فريق السوداني الهلال.
مقابلة غادي تكون صعبة للفريقين، ونتمنوا أن يعني هذا الأسبوع كان أسبوع الأفراح، يعني عودة كأس إفريقيا للمغرب، كذلك عيد الفطر. بالأمس كان انتصار كبير لفريق الجيش الملكي، وإن شاء الله الفرحة تكتمل اليوم في هذا الملعب تاع كيغالي، ويتأهل فريق نهضة بركان إلى نصف النهائي لمقابلة يعني لمقابلة فريق الجيش الملكي اللي غادي تكون إن شاء الله بحول الله يا ربي تكون نهائي نصف نهائي مغربي، ويكون عندنا مكانة في النهائي بحول الله وقوته. فوالا كيفاش نقدروا يعني خصنا تكون مقابلة الجيش بالأمس تكون ريفيرونس للفريق نهضة بركان وللاعبين وللمدرب. كيفاش خصنا نفوزوا على فريق الهلال؟ اولا خصنا نكونوا كتله واحده، رجل واحد قلب واحد. لاعبين خصهم يكونوا في نهارهم ذهنيا بدنيا، يطبقوا خطه المدرب احسن تطبيق، ويدخلوا بعقليه الفائز، يعني نساو نتيجه الذهاب، وان شاء الله باش تكون عندنا اول حاجه نفكروا فيها هو تسجيل الهدف. وإذا سجلنا الهدف إن شاء الله كما كان يعني دار الفريق الجيش الملكي في البداية، غادي تسهل علينا المقابلة ونضيفوا أهداف أخرى. لكن كيفية الانتصار، يعني أولا لابد من الحيطة والحذر في الدفاع. الأخطاء الدفاعية في هذه المقابلة تحت شعار ممنوع. ثانيا وسط الميدان غادي تكون معركة كبيرة في وسط الميدان بين الفريقين. نتمنى ان اللاعبين تاعنا خاصه المهاجمين اللي مهري والرياحي بعد فقدان الكره الفريق البركان في الهجوم الكره خص يرجعوا بسرعه فائقه الى وسط الميدان لمساعده الاظهره، لان شفنا الهدف الاخير نتاع السودان تقريبا جنب ديك هجوم مضاد وما كانش مراقبه شامله للاعب اللي سجل علينا الهدف. ولهذا الرياحي عنده خدمه كبيره ومهري اليوم، يعني بسرعه خصهم يرجعوا للوراء لمساعده الاظهره ولاعبين وسط الميدان. هذه خصها تكون يعني بدون يعني تكون اللاعبين تاعنا يكونوا عارفين، واللياقه البدنيه غادي تلعب دور كبير ان شاء الله، واللاعبين عارفين هذه المقابله مصيريه وغادي تدخلهم الى نصف نهائي كاس عصبة الأبطال، يعني غادي يكونوا من الكبار. ولهذا السي الشعباني اعتقد انه قرا الان الفريق السوداني واصبح مكشوف للفريق للسي الشعباني. الفريق السوداني كما يعلم الجميع يلعب على المرتدات السريعه، ولهذا قلنا وسط الميدان اليوم غادي تكون معركه كبيره، واللاعبين تاعنا خصهم يرجعوا بسرعه باش يقطعوا الكره في وسط الميدان قبل ما توصل يعني مربع لعمليه نهضه بركان. هذه السي الشعباني اعتقد انه مدرب كبير وعنده تجربه كبيره في هذا على الصعيد الافريقي. وكذلك الاجنحه تاعنا يعني لا كان لا مهري ولا الرياحي اللي كانوا يعني هما اللي غادي يكون تقريبا، والشعير كذلك صاحب مراوغات يقدر يلقى لنا حلول. تكون ديك التمريرات الجانبيه تكون مركزه وما نبعدوش على الكرات الهوائيه لانهم عندهم قامات طويله، وتقريبا تكون كي جينا نشوفوا كيفاش جبنا ضربه جزاء، يعني ديك الطريقه باش غادي تخلينا نسجلوا اهداف، يعني دخول من على الاطراف، وتكون تمريرات محكمه. وفريق الجيش مع فريق السوداني راه عنده فوات كثيره في الدفاع، لان يمكن تسجلوا عليه اهداف كثيره في هذه المنافسه، وكذلك عنده ضعف في ضربات الاخطاء وفي الزوايا خصنا كذلك نخدموا عليهم. وان شاء الله غادي تكون نتيجه ايجابيه، وهذه النتيجه اللي حققها كما قلت الجيش ورجوع الكاس للمغرب وعيد الفطر كل شيء غادي يساعد فريق نهضة بركان باش يعودوا كذلك بنتيجه ايجابيه لتكتمل الفرحه ان شاء الله بحول الله وقوته. اذا آل بركان لاعبين نقولوا لهم كونوا رجال، 90 دقيقه ولا 120 دقيقه والمهم ولا لي بيلانتي ولا المهم حنا بغينا نحسموها قبل هذه المسائل. وكامل التوفيق للبركان البركاني في هذه المقابله ملي اول مره فريق نهضة بركان كيرجع بنتائج اكثر من ايجابيه خارج الديار. وتبارك الله عليكم وحفظكم الله ورعاكم، وان شاء الله نفرحوا هذا المساء
لتكتمل الفرحة كما قلنا. ومرة أخرى عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير.